مساء الخير والعافية على كل متابعي قناة مطبخ الجنات. تعالوا وياي خلينا نغير من روتين وطعم الدجاج. راح اسوي لكم كرات الدجاج محشية بالجبن وبمواد بسيطة والطعم لا يقاوم. عندي هنا صدر دجاج نص كيلو وبصلة بحجم متوسط. اول ما ابدي بطريقة العمل راح اخذ البصلة واقطعها الى قطع صغيرة وراح اخليها بمحضرة الطعام، وبعدين راح اخذ صدر الدجاج وايضا اقطعه بقطع صغيرة وراح اخليه ايضا بمحضرة الطعام. هنا أنا سويت كل الكمية مثل ما تلاحظون وراح اخليها بمحضرة الطعام وابدي اخلطها، وهذا يكون شكلها. هنا صارت كلش ناعمة وعجينة حلوة وراح افرغها بكاسة. هسه أنا هنا عندي بهارات معينة راح أضيف عليها اللي هي البابريكا والزنجبيل والثوم المطحون والبصل المطحون، وهنا أنا عندي فلفل أسود والملح حسب أنتم ما تحبون. وهنا أنا راح أضيف كل البهارات على عجينة الصدر، وراح أضيف 4 ملاعق من المايونيز، وهنا أنا راح أعجنها كل زين إلى أن تتجانس وتصير عجينة واحدة. وهسه صارت عندي جاهزة العجينة، شوفوها شلون، بس تحتاج شوية أبردها. راح أخليها بالثلاجة تقريبا نص ساعة حتى أقدر أشتغل بيها كل زين. هنا أنا عندي فتاة الخبز، يا أما نشتريه حاضر، أنا هنا اشتريته جاهز، أو نقدر نسويه لأن أنا ما متوفر عندي. أخذ هنا التوست أخليه دقائق بالفرن وبعدين أطحنه بالطاحونة ينطيني نفس النتيجة. وبعدين راح أسوي الخليط السائل اللي هي بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وراح أضيف عليها نص كوب طحين، وبعدين راح أضيف نص كوب مي، وراح أخلط كل الزين، طبعا رشة من الملح، وراح أخلط كل الزين إلى أن يصير سائل بهذا الشكل ما بي أي تكتل. ومن بعد ما جهزت العجينة وحضرناها راح أحضر الجبن اللي يكون بداخل العجينة. هنا أنا عندي هذا جبن القشقوان، وإذا ما متوفر تقدرون تخلون جبن الموزاريلا أو أي جبن أنتو عندكم متوفر. المهم لما يتعرض للحرارة حيكون سائل أو يكون مطاط لأن ينطيها طعم كلش طيب. هنا أنا من بعد ما طلعتها من الثلاجة أو البراد، هنا أنا طريقة التشكيل إنه أزيت إيدي بالزيت، لازم بالزيت حتى أقدر أفتح العجينة بسهولة بهذا الشكل مثل ما أفتح عجينة الكبة. راح أخلي الجبناية بالداخل وأكورها، تريدون على شكل كرة دائرية أو تريدون على شكل طولاني، هذا شيء اختياري. أول مرة راح أخليها بس بالسائل اللي حضرته اللي هو البيض والطحين والماء، وبعدين راح أخليها بفتاة الخبز. وهنا أنا راح أجهز كل الكمية. اللي دا يتابعني ووصل وياي لهنا لا تنسون اللايك والاشتراك والتعليقات الحلوة اللي تشجعني أنزل فيديوهات أكثر وأكثر. هنا أنا سويت هاي الكمية، وهنا أنا بعضها فرزتها لأن هاي كمية زايدة علي. طريقة التفريز إنه ما أخليها لا بالسائل اللي سويته ولا فتاة الخبز، أخليها فقط على شكل كرات وبعدين أضمها بالفريز، وبأي وقت أقدر أطلعها وأقليها بهذا الشكل. طريقة التقلاة طبعا تكون على نار أقل من المتوسط لأن حتى تنضج ويستوي الدجاج على كيفه. أما هذا شكلها هنا جهزت، وهذا يكون شكلها، وهذا الجبن اللي بداخلها، وطعمها كلش طيب. وبالنسبة لطريقة العمل طريقة كلش سهلة وبسيطة وسريعة بنفس الوقت، وتعطيني وجبة حلوة وطعمها مقرمشة من الخارج وهذا الداخل مثل ما تشوفوا، وكلش مستوية وناضجة وطيبة. وإن شاء الله هلتقيكم بفيديو جديد ووصفة جديدة، واترككم في أمان الله.